السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض مراجعة القواعد النحوية، كتاب المدرسة لغة عربية أولى إعدادي الترم الثاني، صفحة 9 و10 و11. ربنا يجعله ترم سهل وبسيط إن شاء الله عليكم. يا ريت يا أبطال ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات وحل الكتب المدرسية وكمان الكتب الخارجية والتقييمات الأسبوعية المدرسية بأمر الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نشاط واحد بيقول لك ضع خط تحت ركني الجملة الاسمية فيما يأتي ثم اذكر علامة رفعهما. طيب بيقول لك هنا أول جملة السماء صافية. فين أولا الجملة الاسمية بتتكون من مبتدأ وخبر. طب فين الركنين؟ السماء هنا مبتدأ وصافية خبر. طيب بيقول لك اذكر علامة الرفع بتاعتهم، هتقول له الضمة لأنهم مفرد. طيب العلماء أهم أعمدة بتقدم الوطن. العلماء هنا مبتدأ وأهم هنا، أو العلماء أعمدة مبتدأ وخبر يا شباب. خلاص. طيب العلماء هنا مبتدأ وأهم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وطبعا هنا الرفع علامة الرفع الضمة. طيب هن باسمات الصغر. هن هنا دي المبتدأ، هتقول له دي ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. الضمائر المنفصلة يا شباب تعرب إعراب ثابت. أي ضمير منفصل تشوفه ضمائر غائب، ضمائر متكلم، ضمائر مخاطب، سواء أنا ونحن، هو وهي وهم وهم وهن، أنت وأنت وأنتم، اي ضمير يقابلك منفصل هتقول له ضمير مبني في محل رفع مبتدا. طيب هن دي مبتدا وبسمات خبر مرفوع على رفعه الضمه، يبقى علامه الرفع هنا الضمه. الاباء مهتمون. الاباء هنا مبتدا مرفوع على رفعه الضمه، ومهتمين هنا خبر مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. نخلي بالنا حبايبي من الاعراب. ذو العلم مرفوع المقام. ذو هنا هتقول له مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه اسم من الاسماء الخمسه. ذو مرفوع هتقول له هنا مرفوع خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طيب القصتان مسليتان. مبتدا وخبر مرفوعين بالالف لانهم مثنى. تعال نشوف مع بعض نشاط 2 او نشاط ب. بيقول لك ضع خط تحت الخبر ثم اذكر نوعه. السماء لا تمطر ذهبا. بيقول لك ضع خط تحت الخبر. انا عندي الخبر هنا تمطر ذهب، وده خبر جمله فعليه. النحو ابوابه كثيره. ابوابه كثيره ده الخبر، وده خبر جمله اسميه عشان في ضمير. طيب الاطفال هم رجال. هم رجال يا حبايبي دي جمله اسميه متكونه من مبتدا وخبر. هنا بيقول لك النوم راحه للبدن. النوم هنا مبتدا وراحه هنا خبر، وده نوعه خبر مفرد. الرياضيات منشطه. منشطه هنا خبر مفرد. طيب القائد امام جنده. امام جنده دي خبر شبه جمله ظرف مكان. يلا حبايبي بيقول لك هنا ضع علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه خطا امام العباره الغير صحيحه مع التصويب. الخبر ياتي دايما مفرد، هتقول له خطا لان الخبر ممكن يجي مفرد او شبه جمله او جمله، ممكن يجي جمله اسميه او جمله فعليه، او يجي شبه جمله جر ومجرور او ظرف زمان او مكان. طيب تدخل ان واخواتها على الجمله الاسميه بالتاكيد اجابه صحيحه. كانت المعلمات بارعات. هتقول له طبعا اجابه خاطئه لان المفروض تقول كانت المعلمات بارعات. كان أفعال ناسخة تدخل على الجملة الاسمية، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وأنا عندي هنا بارعة تبقى خبر منصوب وعلامة نصبه الكسر لأنه جمع مؤنث سالم. الكلمات معبرة عن معانيها. الخبر في الجملة مفرد، هتقول له إجابة صحيحة. الكلمات مبتدأ ومعبرة خبر. لا تكن كسول في عملك. هنا هتقول له، هنا بيقول لك هنا التصويب الخبر هنا هتقول له لا تكن كسول، لا هتقول له كسولا. خلاص يا شباب. خبر خبر كان منصوب بالفتحة. تعال نشوف مع بعض يا شباب. ضع مكان النقط ما يتمم الجملة الاسمية ثم اعرب ما وضعت. بيقول لك كاتبات يعبرن عن مشكلات الجيل او ايوه الجيل. هتقول هن هتقول له ده ضمير مبني في محل رفع مبتدا. نصغر خطنا لان مفيش مساحة. الدعاء إلى الحق هتقول له أساس وخبر مرفوع وعلى رفعه الضمة. الهواتف المحمولة هتقول له اختراع، هتقول له خبر مرفوع وعلى رفعه الضمة. المدرسة أمام البيت، يبقى أنا هنا كملت يا شباب اهوت. هتقول له ده خبر شبه جملة ظرف مكان. نحن ندعو إلى الاهتمام بتربية النشء. نحن هتقول له ده ضمير مبني في محل ضمير منفصل، طبعا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. هما تنشران الوعي، تقول له هما ده ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. يلا يا بطل نشاط هاء. ادخل حرفا ناسخا مرة وفعلا ناسخا مرة أخرى على الجمل الآتية وغير ما يلزم. طلاب المدرسة متميزون بجمال الخط. هتقول له إن، ما احنا عارفين بقى إن وأخوات، طب تنصب المبتدأ وترفع الخبر. هتقول له إن طلاب، اسم إن اسم إن منصوب. المدرسة متميزون.
خلاص بجمال الخط. خلاص انا دخلت دلوقتي حرف ناسخ. طب انا عايزه ادخل فعل ناسخ، اقول له ايه؟ هقول له اصبح طلاب المدرسه مميزين بجمال الخط. طلاب هنا اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مميزين خبر إيه؟ خبر أصبح منصوب بالياء. أنتن صادقات القول، عايزة أدخل عليها حرف ناسخ وفعل ناسخ، هقول له لو هدخل عليها حرف ناسخ هقول له إيه؟ لعلكن صادقات القول. طب عايزة أدخل عليها إن وأخواتها بقى، أقول له إيه؟ لو عايزه لو ده عايزه ادخل عليها كان واخوات او الحرف الناسخ الفعل الناسخ، اقول كنتم صادقاتي القول. خلاص يا حبايبي. وطبعا النون هنا اسم ايه؟ اسم لعل منصوب. تعالوا نشوف مع بعض. هنا انا مصري محب لوطني، هتقول له هنا عايزه ادخل مره حرف ناسخ ومره فعل ناسخ، اقول له صرت مصريا محبا. خلاص يا حبايبي. طيب انا دلوقتي عايزه ادخل عليها حرف ناسخ، هقول له اني مصري محب لوطني. النون هنا هتبقى ضمير متكلم في محل نصب اسم ان يا شباب، ومصر دي هتكون خبر ايه؟ خبر ان مرفوع بالضمه. الحروف العربيه مميزه عن غيرها من اللغات، ان الحروف العربيه العربية مميزة. خلاص عايزة ادخل عليها بقى فعل، هقول له فعل ناسخ، هقول له ظلت الحروف العربية مميزة. خلاص يا شباب مش مميزة، مميزة عشان تبقى هتكون خبر ايه؟ خبر ظل منصوب. يلا حبايبي بيقول لك هنا مثل لما ياتي في جمله مفيده. ضمير لخطاب الاناث يقع مبتدا، هقول له انتن طالبات صالحات. اسم مثنى خبره جمله اسميه، المتصدقات اجرهما عظيم. خبر عن المبتدا لجمع المذكر الصالحون محبوبون. ظرف مكان مبتدئه جمع مذكر سالم المصلون، يعني اخره واو ونون، أمام المسجد. حلينا صفحة 9، ننتقل إلى صفحة 10 حبايبي. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة، أكون متشكرة جدا ليكم. هنا بيقول لك إيه بقى؟ اذكر الموقع الإعرابي لما تحته خط وعلامة إعرابه. ترابط الأسرة بيحفظ المجتمع من الانهيار. الأسرة هقول له مضاف إليه مجرور بالكسرة. الألسن العربية تميزها الضاد. الضاد فاعل مرفوع على رفعه الضمة. تنوع القراءة بينفع عقلك. التنوع هنا تقول له مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. اسم يا شباب مش فعل. حموك ذو خلق كريم، هتقول له هنا ذو هنا تعرب خبر مرفوع بالواو لانه اسم من الاسماء الخمسه. قد عملك على اكمل وجه، هتقول مفعول به منصوب بالفتحه. كتبت عبارات، مفعول به منصوب بالكسره لانه جمع مؤنث سالم. بيقول لك هنا ضع خط تحت الضمير البارز ثم اذكر نوعه ومحله. الصدق ينفع صاحبه. هنا الهاء يا شباب هتقول له ده ضمير بارز متصل اهو، متصل في الكلمه اهي. وهعربه بقى لما اجي اعربه هقول له ايه؟ هقول له ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. خلاص يبقى تاني صاحبه هنا هتقول له الهاء دي يا شباب، هو بيقول لك حدد لي الضمير، حط خط تحت الضمير واعربه. هقول له الهاء ده اهي دي الضمير ونوعه ايه؟ هقول له ده ضمير بارز متصل. ولما اجي اعربه هقول له، ما هو بيقول لك اذكر نوعه ومحله الاعرابي، هتقول له ايه؟ ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. اي ضمير يلتصق باسم يا شباب احفظها صم، هتقول له ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. هم، مش انا قلت لك قبل كده اي ضمير منفصل يجي لوحده هتقول له ايه؟ هتعربه ايه؟ هتقول له ده ضمير بارز منفصل نوعه غائب اهو. واما اجي احربه هتقول له ايه؟ هتقول له ضمير مبني في محل جر ايه؟ ضمير مبني في محل رفع مبتدا. الضمائر المنفصله لوحدها هتقول له ضمير مبني في محل رفع مبتدا. الدرس شرحه المعلم، هتقول له الهاء هنا ده ضمير بارز متصل اهو في الكلمه، وهقول له الهاء دي في محل نصب مفعول به. قدمت العون للمحتاجين، هتقول له التاء هنا يا شباب ده ضمير متصل للمتكلم، ودي هتعرف في محل رفع فاعل. انهينا مشروع التخرج، انهينا ناقل الفاعلين ده اهي، هتعرب ايه؟ هتقول له دي ضمير، اولا هتوضح له الضمير نوعه ايه، هتقول له ده ضمير متصل في محل رفع فاعل. انت مهذب في كلامك، انت ده ضمير منفصل بارز منفصل، وهيعرب ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا. والكاف هنا يا شباب هتعرب ضمير مبني متصل في محل جر مضاف إليه. يلا حبايبي بيقول لك هنا قدر الضمير المستتر فيما ياتي ثم اذكر محله. اسعى في الخير، هو بيكلمك هيقول لك اسعى انت. هنا بقى الضمير هنا هتقول له ضمير مستتر تقديره انت، وده هيبقى اعرابه ايه؟ هتقول له في محل رفع فاعل، لان اسعى هنا ايه؟ فعل امر.
والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ انت. في حرف جر والخير اسم مجرور. احاول ان اساعد غيري، احاول انا، يبقى الضمير هنا ايه؟ هتقول له انا، ده ضمير مستتر في محل رفع فاعل. نعمل على تعليم آداب الاستئذان. نعمل نحن، يبقى نحن هنا ضمير بارز ايه؟ ضمير مستتر في محل رفع ايه؟ فاعل. الكتاب ينفع صاحبه، الكتاب هو، هتقول له دي في محل رفع فاعل. المعلمة سألت هي، هتقول له ضمير مستتر هيكون هي، وده في محل رفع فاعل. لا تغش، لا تغش لا تفشي سر صاحبك. لا تفشي انت، هتقول له ضمير مخاطب في محل رفع ايه؟ فاعل. دايما الضمائر المستترة يا شباب معظمها بيجي في محل رفع فاعل. خلاص. طب يلا يا بطل هنا ضع خط تحت الفاعل في الجمل الآتية ثم اعربه. تنقلت بين فصول المدرسة. التاء هنا هتقول له تاء الفاعل في محل رفع فاعل. طيب أفيقوا من سباتكم فإن العدو يتربص بكم. هتقول له واو الجماعة في أفيقوا، ده ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب يلا يا بطل، شبكنا، خلينا احنا واخدين دي ودي ناخده بتدور تحت بعض كده. تحدث المعلمون العربية بطلاقة. هتقول له هنا المعلمون دي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. هو بيقول لك اذكر لي الفاعل في الجمل واعربه. رسمت المعلمة، المعلمة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. شبكنا أيدينا فصرنا يدا واحدة. هتقول له النون هنا ناء الفاعلين، دي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. لا تخالفي كلام والديك. الياء هنا هتقول له ياء المخاطبة، ده ضمير مبني في محل رفع فاعل. يلا حبايبي، بيقول لك ده خط تحت الضمير المطلوب بين القوسين. ضمير الرفع المتصل هتقول له قرأت التاء. هؤلاء هم القدماء، ده ضمير رفع منفصل هم. بيقول لك ضمير النصب المتصل النون هي شباب. كرمنا، النون في كرمنا. نحن نفخر بتاريخنا. هتقول له هنا ضمير الجر المتصل هتقول له النام. طب هنا بيقول لك أكمل العبارة الآتية بوضع الضمير المناسب ثم اذكر نوعه. أثنى الطالبان المحبان للتاريخ اللذان اهتما. طيب أنا عايزة أذكر نوع دلوقتي، هقول له ده ضمير بارز متصل، ضمير بارز متصل. خلاص. خلاص في محل رفع يا شباب. طيب هنا بيقول لك الحضارة الإسلامية الحضارة الإسلامية في مصر وما قدمته. وهتزود الهاء هنا وهتقول له ده ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. هذه الحضارة من تطور في العمارة والفنون فهي، هتكمل بهي وهتقول له ده ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. متصل الحلقات تفاعل معها. الهاء هنا يا شباب ده ضمير متصل اهو، هتقول له ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. المصري وتركت في عقله. الهاء هتقول له ضمير في محل جر مضاف إليه ضمير متصل. ووجدانه نفس النظام برضو ضمير في محل جر مضاف إليه. أثرا كبيرا ثم قال علينا. هتقول له ده ضمير جر منفصل متصل ضمير جر متصل. أيضا أن نؤدي دورنا. هتقول له النون هنا يا شباب ده ضمير جر متصل. تجاه وطننا ضمير برضو جر متصل في محل جر مضاف إليه. وتاريخنا، النون هنا يا شباب هتقول له ده جر متصل في محل جر مضاف إليه. تاريخي، هتقول الهاء هنا ضمير متصل في محل جر برضو في محل رفع مضاف إليه في محل جر مضاف إليه. ونعلمه برضو ضمير النصب ده يا شباب. أبنائنا وبناتنا، هتقول له ده ضمير جر متصل في محل جر إيه طبعا مضاف إليه. حنا صفحة 10 ننتقل إلى صفحة 11. يلا يا ابطال، متنسوش يا حبايبي تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. يعني انت ممكن تعمل زوم، يعني بص كده وانت شغال في الشرح ممكن تكبر لو الخط مش واضح، تكبر كده وبعدين تصغر كده من خلال الشاشة من قدامك، يعني تكبر الشاشة تعمل لها زوم والكلمات تبان اكتر. اقرأ الفقرة ثم اجب. وطننا عظيم القدر. تاريخه قديم، أرضه تمتد شرقا فترى جمال شواطئه. وطننا عظيم مبتدأ وخبر، خبر مرفوع على رفعه الضم. ويعجبك صفاء مياهه ثم تذهب شمالا فتعجب من مدينة هي مدينة هي عروس البحر المتوسط. هي مبتدأ وعروس خبر مرفوع على رفعه الضم. إنها مصر العظيمة، هتقول له خبر إن مرفوع بالضمة. استخرج من الفقرة ضمير مستتر وقدره ثم اذكر محله. هتقول له ترى جمال، هو أصله هنا ضمير مستتر، تقول له ترى أنت، ده ضمير مخاطب منفصل في محل رفع فاعل. ضمير بارز واذكر نوعه ومحله. هتقول له تاريخه، الهاء هنا في تاريخه هتقول له دي في محل جر مضاف إليه. وفعل ناسخ واذكر نوع، هتقول له كن مواطنا صالحا وده نوع مفرد طبعا. هنا بيقول لك يا بطل حرف ناسخ واذكر اسمه. هتقول له انها مصر العظيمة. الضمير هتقول له الهاء هنا
جر ومجرور هتقول له من المدينة، خبر لمبتدأ واذكر نوع هتقول له كلمة عظيم، وده خبر مفرد، حرف عطف هتقول له ثم والفاء. فكن مواطنا صالحا يسعد بك وطنك. سن الجملة واجمعها. لو أنا عايزة أخليها بقى مثنى أقول له فكونا مواطنين، مواطنين صالحين يسعد بكما وطنكما. لو عايزة أخليها جمع فأقول لهم فكونوا مواطنين صالحين يسعد بكم وطنكم. أجب بما هو مطلوب بين القوسين. يعجبك صفاء مياهي، اجعل الضمير المتصل ضمير المتكلم، هتقول يعجبني صفاء مياهه. وطننا عظيم القدر، تقول إن وطننا عظيم القدر. ضع خط تحت الخطأ ثم صوبه. عليكم أن نتحد، لا علينا مش عليكم. في تعريف الناس بحضارتهم والاعتزاز بها. نحن الذي، لا ما ينفعش الذين. تعلمنا أن الإنسان يصنع مستقبله من تاريخه العظيم. قالت أمي يا بني اعلم أن كتابك هو مصدر علمك ومعلمك هو دليلك. طيب اختر الإجابة الصحيحة. نعتز بحضارتنا ونحترم الحضارات الأخرى، ده في محل طبعا الضمير المتصل في محل جر. هن مهتمات برضو في محل نصب، رفع منفصل في محل طبعا أهو، تقولوا ده ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. رسمنا لوحة فنية تعبر عن اختلاف الحضارات المصرية، الضمير المتصل هتقوله في محل رفع. اكتب معبرا عن الحضارات المصرية المختلفة في 3 أسطر مستخدمة الضمائر المختلفة. أتقول لقد كانت حضارتنا الإسلامية مصدر إشعاع علمي وثقافي على مر العصور، فقد أبدعت في مختلف المجالات وأثرت الإنسانية بمعارفها. هي حضارة عظيمة يجب أن نفخر بها ونعتز بإرثها. وأنت أيها القارئ هل تأملت يوما عظيما ما قدمته هذه الحضارة البشرية للبشرية؟ وحط علامة استفهام. بكده يا بطل نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش يا حبايبي تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله. بالتوفيق والنجاح يا رب، مع السلامة.